العفو الصحي عن مبارك من الناحيه القانونيه، اما من الناحيه الانسانيه يا اخي انت ابوك عنده 86 سنه، ايا كان الراجل دون اساء اليك، وكل واحد مش ملاك، كل واحد دي وعليه. حتى لو اساء اليك ابوك تيجي تقوم جاي تقوم ضربه قدام الناس، وتيجي تقوم جاي تقوم حابسه في اوضه، الناس هتقول عليك ايه؟ ما نكونش اسقاطيين ونقول البلد ما فيهاش شغل واحنا قاعدين يجي لك الشغل ما بتشتغلش. واتعرض عليا ناس كانوا بيتصلوا بيا عايزين نشتغل، نوفر لهم العمل، هيدوني كام؟ بعد ما تقول لهم هيدوني كام اصل ده بعيد. مش عايزين نكون اسقاطيين، عايزين نكون واضحين وصراحه جدا مع نفسنا. انت في تعقيب على كلام نعم. الاستاذ احمد قبل ما نبدا يعني هو عقب على النقطه الاولى اللي الاستاذ احمد اتكلم فيها، الحياه الرجل حالته الصحيه او حالته الصحيه متوتره او غير مستقره. تمام. لماذا لم تظهر هذه الحاله الصحيه حينما كان الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك هو رئيس الجمهوريه؟ ادي اول نقطه. تمام. مش معنى دلوقتي الحاله الصحيه بتاعته، انا هاخد بسيناريو ورا شويه، نتخيل ان الثوره لم تقم وان الرئيس المخلوع لا زال يحكم مصر، هل كان الرئيس المخلوع سوف يخرج على الشعب المصري ويقول له انني عندي مرض صحي وانني لا استطيع ان اقوم بوظائفي الرئاسيه وسوف اتنحى عن الحكم واترك الحكم واترك الشعب ان يختار رئيسا جديدا له؟ لماذا لم يحدث ذلك؟ الحاله الصحيه ظهرت للرئيس المخلوع في خلال عامين فقط لا غير. الرئيس المخلوع عنده 86 سنه، يعني كان يتولى الحكم وعنده 84 سنه. هل الحاله الصحيه لم تظهر فيه في خلال 84 سنه؟ يعني هو ده اللي احنا لغايه اللحظه دي بنتكلم فيه في ردود الافعال، لان بطل الروايه او بطل القصه وبطل الحدث ما زال حي يرزق، وبنتناقش النهارده عن امكانيه العفو عنه ام لا. استاذ ابراهيم اروح لسيادتك. طبعا حضرتك عضو المكتب التنفيذي لمجلس امناء الثوره ولجنه الحريات وحقوق الانسان، فطبعا كلمه حقوق الانسان دي كلمه دائما وابدا ما بتحتمل يعني احساسك بقيمه البشر والانسان، فطبعا حضرتك هتضيف لنا في الجزئيه دي. هو الاستاذ كان بيقول ان الرئيس تعبان ومريض. انا واحد من الناس لو انا كنت عايش في السلطه دي وفي المركز بتاع حسني مبارك وبعد كده فوجئت ان انا بتحاكم، انا اموت في ساعتها. يعني ده مش مريض، ده ممثل عالمي، ده ياخد اوسكار في التمثيل. هو لو فعلا شخص عسكري زي ما بيقولوا ما كانش يقبل على نفسه انه ينام النومه دي اللي على السرير. هو انا الاهوال اللي شافها مبارك او عاشها تخلي اي حد يموت في ساعتها يعني. فده دليل قصد حضرتك يعني دليل انه بصحه جيده يعني. واخد بال حضرتك؟ تمام. انت بتتكلم عن شخص الرئيس السابق حسني مبارك، لان حقوق الانسان لو هتطبق تطبق على كله بصرف النظر عن ده تقرير من المركز الطبي العالمي بيقول ان حاله مبارك جيده جدا، ولو في وقت ان احنا نطلعه على الهواء او نقول جزء منه. هي دي موضوع اتناقشنا فيه كتير، ان موضوع حالته الصحيه حضرتك يعني هو دايما انا راجع لك شوف بس التقرير على الشاشه، هل هو تقرير سليم ولا مكتوب على الكمبيوتر؟ لا حضرتك ده تقرير موجود على في الموقع بتاع المركز الطبي العالمي اللي كان فيه مبارك. يعني هو المركز الطبي العالمي ده هو اللي كان فيه مبارك، طبعا كان قاعد في جناح 5 نجوم ما حدش كان بيوصل له يعني. فده تقرير حضرتك من المركز الطبي العالمي اللي هو كان بيعالج فيه وتحت اشراف الدكاتره بتوعه. ده قالوا ان حالته الصحيه تسمح انه يدخل السجن. وهي المؤشرات لغايه اللحظه ديت يعني. اسمح استاذ ابراهيم، استاذن حضرتك سؤال صغير جدا. اتفضل يا استاذ ابراهيم. ده راجل عاش في قصور وعاش في رغد من العيش 20 سنه، اما تيجي تجور عليه الزمن والدنيا تهده زي ما بيقولوا بالبلدي كده وخلاص مش لاقي له منفذ، انا مش ولا بصحتي اموت. تمام. ارجع اعيدها تاني، هو برضه ده تمثيل. طيب اعزائي المشاهدين، باكد على سؤال حلقتنا النهارده وهروح للاستاذ احمد برضه عشان نديله مساحته وحقه في الرد. احنا سؤال حلقتنا النهارده: هل انت مع او ضد العفو الصحي عن الرئيس السابق حسني مبارك؟ للتواصل والاجابه ارسل رساله على رقم 94172 94 172 للإجابة على سؤال حلقتنا النهارده. أستاذ أحمد، طبعا أنا مبدئيا بشكر سعة صدرك وتقبلك الأمور، وحضرتك التزمت تماما الحيادية والصبر على كلام الأساتذة معانا. الأستاذ إبراهيم والأستاذ سيد لما قالوا إحنا ما شفناهوش طول 30 سنة عيان، أمال هو كان بيسافر ألمانيا وكان بيسافر فرنسا للعلاج ليه؟ علشان إيه؟ ولا كانوا بيخبوه؟ وطلعت والاغاني طلعت في جميع انحاء الجمهوريه. الاخت اللي قالت انا مش هغني له بعد كده اللي هي شيرين
شيرين اياليه، انت فاهمني، انا مش هغني ومش عارف الاخت مين، كل ده ما كانوا عارفين انه كان بيتعالج بره، ما كانش مستخبي يعني، فمرضه لم يختبئ وكان معروف للناس كلها. انا واضح وقلت ان انا ضد الثوره. ده كان سؤال مباشر جاوبت عليه. ومع حاجه برضه علشان الناس تكون واضحه. طيب جالنا المداخله، جالنا المداخله. طيب الو السلام عليكم. فقدناها تاني، في مشكله في الاتصال. طب اتفضل يا معايا. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه احنا كنا واضحين وقلنا هذا الكلام ان احنا ضد الثوره، لكن مش معنى ان احنا ضد الثوره ان احنا نهدم البلد او نبني الثوره او احنا معاها ان احنا نهد البلد. انت ضد الثوره عشان اطاحت بالرئيس مبارك؟ مش عشان اطاحت بمبارك بس، تمام. مبارك كده كده كانت حقبه زمنيه وهتنتهي، عمره ما هيعيش. بس النهايه اسمح لي يا احمد بيه، يعني الانتهاء بشكل غير بشكل اخر، فهي فكره. طب كمل حضرتك. الجزئيه الثانيه والمهمه قوي ان في الاستاذ سيد حافظ قال في تصريح لي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بامانتكم، قلت ان حمايه اهداف ومكتسبات الثوره لا تحتاج الى قانون، تمام. قلت اخر ولا تحتاج الى مقترحات. ده موجود على موقع التواصل الاجتماعي في اجتماعكم مع الوزير محسوب، تمام. هل مصر اصبح لها مجلس اداره يولى عليه من يولى؟ وهل هناك رئيس جمهوريه بيحكم الحاجات دي ولا لا؟ ايضا دعيت يوم 12 اكتوبر كافه القوى الثوريه الى الاعتصام امام مكتب النائب العام لمنع المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق من دخوله بعد صدور قرار جمهوري. صفاتكم ايه في البلد؟ مع احترامي ليكم، احنا اتفقنا ان احنا اخوات واشقاء، تمام. صفاتكم ايه في المجتمع؟ هناك جهات تنفيذيه منوطه برئيس الجمهوريه هي اللي تطلع تنفذ قرارات، هو مش مجلس اداره. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه بعد اذن حضرتك، انا بس استاذنك يعني في عجاله عشان لازم وقتنا للاسف بدا يداهمنا. انجازات الثوره، رئيس الجمهوريه رايح يفتتح مجمع خبز مليوني باسكندريه، رئيس الجمهوريه رايح يفتتح فرن. انت تربط ما بين كلمه انجازات الثوره وما يحدث الان. مين اللي جايبه؟ فاهمني، ما هو اتفقوا الناس اللي ضد النظام السابق، انت فاهمني، او ما شابه ذلك، وما بين ائتلافات الثوره بصفه عامه، يعني مجلس اداره الثوره. تمام. طيب تمام. راح يفتتح في اسكندريه مخبز، ده انجاز. ازاي يعني؟ انت فاهمني؟ امال وزير التموين يروح يعني هيفتتح طابونه؟ طب انشاء اكبر مجمع تجاري للباعه الجائلين في محافظه الغربيه، المحافظ بقى يروح يشرف على مرجيح مولد النبي. اتفاقيه مع الصين، هي البلد ناقصه منتج صيني. اقاله مدير الامن، ده انجاز، وده هم انتوا حاطينها على موقع التواصل الاجتماعي بتاعكم ان دي من ضمن ال 50 انجاز. مدير امن مين؟ رئيس مدير امن القاهره، ده انجاز. اقاله المجلس العسكري، المجلس العسكري في الاول وفي الاخر هم عسكر يرأسهم رئيس الجمهوريه. ايا كان في دستور مكمل او كان في غير دستور مكمل، الذي حنس به من اقصى ان يحترم الدستور والقانون وقام بالغاء. تعيين 1000 عامل بمشروع النظافه باسيوط، رئيس الجمهوريه بياخد قرار بتعيين 1000 عامل في مشروع النظافه. رئيس هيئه النظافه يعين 2000 و3000 بقرار من رئيس هيئه النظافه مش رئيس الجمهوريه. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه نشوف النظام السابق. انا معايا كشف حساب للنظام السابق برضه لازم اعرضه مع الاستاذ ابراهيم. النظام السابق، النظام الفاسد، النظام البائد، عمل لنا حاجه اسمها مترو الانفاق. مش منا ولا حاجه، لا، نتيجه شغل وجهد. زياده عدد الكباري من سنه الفتره الزمنيه كمان، زياده عدد الكباري من 12، زياده عدد الكباري انا هاخد هيكمل وهجي لك بكشف الحساب يا استاذ ابراهيم. زياده عدد الكباري من عام من 12 كوبري عام 81 الى 50 كوبري ده على مستوى القاهره. بس جزئيه واحده، جزئيه واحده. طبعا انا والله لك الحق، دي بدايه لحلقات ثانيه قادمه اكيد. انا ما باخدش من وقتك ولا حاجه، وعشان ضيوفنا كمان فعلا يا جماعه بيبلغوني ان وقت برنامجنا احنا في برامج هوا بعدين على طول. اسمح لي في عجاله كده سريعه جدا استاذ ابراهيم، معلش في دقيقه، في كشف حساب سياسي لمبارك عشان هو قال في انجازات اللي موجود دلوقتي. كشف حساب اللي بيقول ان ماذا قدم مبارك لمصر عبر 30 عاما. في مصر 40% من الشعب مصاب بالاميه، فمن المسؤول؟ 25% من شعب مصر مصاب بفيروس سي، فمن المتهم؟ في مصر 66% من الشباب عاطل، و15% من الشعب نسبة بطالة، فمن المسؤول؟ 20% من الشعب المصري يعيش في العشوائيات، فأين كان من محدود الدخل؟ 13 مليون عانس في مصر، فمن السبب أو فما السبب؟ هل ترى أن هناك صفقة سياسية للإفراج عن مبارك وأعوانه؟ وهل ترى التصالح والتنازل عن دم الشهداء؟ أنا وقتي خلص، أنا قلت لحضرتك الكشف الحساب بس يعني معلش كده في دقيقتين سريعا ردا على كشف الحساب والجزئيه. انا بقول للاستاذ عفوا للوقت، انا المساله دي انا اللي جاوب عليها. حضرتك قلت الانجازات، انا بقول ده المراد بتاعها بعد 30 سنه انجازات كباري. طب عشان وقتنا